انا دكتور جلال حسين، اصلا دكتور صيدلي. بعد كده عجبني فكره البيزنس وحاولت قوي عن صيدله، ودخلت بقى في ماجستير اداره اعمال ودبلومات بتاعه مشروعات ناشئه اند سو اون. ففي حاجه كده مهمه عشان نعرف هو التايتل ده او المحاضره دي احنا بنقولها ليه او جت منين. هقول لكم. لازم اعرف العيله بتاعتي الصغيره كده تعريف سريع. انا والدي ووالدتي واختي وزوجتي كلهم دكاتره. فلما جيت بعد صيدله، فالكل متوقع ان انا بقى ايه، هتفتح صيدليه، هشتغل في شركه ادويه، حاجات زي كده. فلما قلت لهم لا، انا ناوي ان انا افتح مشروع او ادخل في بزنس، اعمل مشروع، فوالدي ساعتها ما كانش من اولياء الامور اللي هم متزمتين قوي ويقول لك لا يا ابني وعيب ومش عيب والكلام ده. فقال لي انت حر، بس انت كده بتنزل بحر ما فيش حد جنبك بيعرف يعوم، العيله كلها بتاعتك ما حدش ليه في البيزنس. انا ساعتها حماسه الشباب بقى كانت واخداني، وقلت لا انا هعرف وهجرب وهخبط وهقدر يعني. وده اللي حصل فعلا. هو اتعلمت ووصلت ان انا قدرت ان انا انجح الحمد لله، لكن في حاجه لازم نبقى كلنا معترفين بيها، ان انا ضيعت وقت كتير، ضيعت فلوس كتير. فاحنا لما بنعمل المحاضرات دي، وبنعمل المحاضرات دي في القاهره واسكندريه وهنروح محافظات تانية قريب، بنعملها بهدف ان احنا نحاول نأثر على حضراتكم السكه، الناس اللي عايزه تخش في البيزنس، نحاول نأثر على حضراتكم السكه، نوفر وقت ونوفر فلوس ونوفر مجهود ساعات بيروح في الارض كده في الفاضي. لان في بيبقى شويه اساسيات لو اخدناها في الاول هتوفر علينا كتير.